طبعا زي ما انتوا عارفين مش كل مره اقول لكم انا مسافره. طبعا عملنا برجر، عملنا بطاطس يا جماعه اللي هي الجاهزه، بدل ما اجيب واقشر والكلام ده كله، بطاطس جاهزه. معاكي فلفل وطماطم وخيار وطبق سلطه كده ومعصور عليه ليمون. بقى مكرونه سباكيتي، بصوا بقى كده. طبعا المكرونه في حله واحده يا جماعه، معايا كاتشب، في عيش شامي بردك، تمام كده. اكل سهل وبسيط، وان انت ايه في مكان غير مكانك كده موجود تعرفي تعمليه، اعمليه سهل وبسيط وحاجه بسيطه. ماشي، لان طبعا انت بتشتري اكل من بره، الاكل غالي قوي يا جماعه، مش زي ما انتوا فاكرين، الاكل غالي جدا جدا جدا. في حاجات حلوه هنا كتير في مطروح، وفي حاجات ايه غاليه. فطبعا انا خليني اروح اصرف مثلا اكل بشيء فريني كل يوم بجيبه. فطبعا قلت لا هعمل اكل، نزلت جبت حاجات. طبعا هنزل لكم الفيديو، نزلت جبت حاجات وقلت ايه اعمل ايه الاكل سريع كده، حاجات سهله وبسيطه، مش محتاجه بقى ولا عندك خلاط ولا الكلام ده كله، لان انت قاعده في شقه، فطبعا ما فيهاش كل الامكانيات اللي عندك في بيتك. فطبعا الاطباق غسلناها كويس، صبناها كويس تمام كده، سلك وصابون. في صبانات بردك هنا اللي عايز بردك، لان في ناس ما تعرفش يا جماعه صبانات والكلام ده كله. لا، في صبانه مثلا بتجيبي منها، جبت منها. طبعا معايا ايه في خضر هنا، حاجات خفيفه من عنده طبعا يا جماعه. فايه عملت طبعا كان عندي ليمون، كنا جايبينه هنا، ليمون غالي جدا جدا جدا. فبس يعني ما علينا. وجبنا صلصه بقى، يعني عملناها بصلصه كده كده، مش شرط طماطم، انا برضك عندي بعملها بصلصه. جبنا علبه صلصه، وادي الاكل اهو يا جماعه، حاجات سهله وبسيطه. اللهم بارك، اللهم بارك يا جماعه اهو. طبعا ده اللي عجبك الفيديو لايك وشير يا جماعه. واللي عايز يسال على حاجه واحنا مسافرين هقول لكم برضك في حاجات حلوه وحاجات يعني كده اللي عندي.